فيديو جديد من سلسلة تعليم فن الكونكريت خطوة بخطوة من الصفر للاحتراف. في الفيديو ده هقولك تاني طريقة من طرق التلوين الخارجي للكونكريت، وهي باستخدام الأبيض اللؤلؤي مع مركزات الألوان. هعرفك ازاي تعملي ألوان ميتاليك بتلمع من الأبيض اللؤلؤي باستخدام مركزات الألوان. بس قبل ما نبدأ، لو لسه ما اشتركتيش في القناة اشتركي وفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة بإذن الله. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير علشان يوصل لناس تانية كتير. أول حاجة هنجيب علبة أبيض لؤلؤي ميتاليك من عند الموان، ودي من ماركة ستارت. اللون ده هو الأساسي معانا، وميتاليك دي يعني هي ألوان بتلمع، اللي هي ألوان برونزية. ماركة ستارت دي بيكون متوفر منها 4 ألوان بس، اللي هما اللون الأبيض اللؤلؤي اللي معانا ده، واللون الفضي، واللون الذهبي، واللون النحاسي. طيب احنا لو عاوزين بقى نعمل ألوان بتلمع غير ال4 دول، يبقى احنا هنجيب اللون الأبيض اللؤلؤي وهنضيف عليه مركزات ألوان، فهنعرف نعمل أي لون بيلمع احنا عايزينه. فكده أول حاجة أساسية معانا هي الأبيض اللؤلؤي الميتاليك، وتاني حاجة أساسية معانا هي مركزات الألوان. هجيب بقى العلب دي وهضيف معلقة أبيض لؤلؤي في كل علبة. أول علبة مش هاضيف عليها أي مركز لون علشان تشوفي درجة اللون اللؤلؤي من غير أي إضافة ألوان. هختار بقى ألوان من المركزات وهضيفها على باقي العلب، وأي مركز هستخدمه لازم إن أنا أرج الإزازة بتاعته قبل ما أحط منه. هضيف بقى في تاني علبة اللون النبيتي، والعلبة التالتة اللون الأخضر، والعلبة الرابعة هدمج فيها كذا لون مع بعض علشان نعمل لون اسمه شامبين بيكون مشهور قوي. هحط نقطة من اللون الأصفر الجملي، ونقطة من البني، ونقطة من الأحمر، وهابدأ بقى أقلب الألوان كويس علشان ندمجهم مع بعض. طبعا هي فكرتهم نفس فكرة البلاستيك الأبيض مع المركزات اللي احنا عملناها في الفيديو اللي فات، وهي إن احنا بنضيف مركزات ألوان على اللون الأساسي ونقلب ونشوف الدرجة اللي احنا محتاجينها. لو عاوزين اللون فاتح بنحط نقط بسيطة من مركزات الألوان، لو عاوزين اللون غامق وصريح بنضيف مركزات ألوان أكتر. وينفع إن إحنا كمان ندمج ألوان مع بعض علشان نعمل ألوان تانية زي ما عملنا في البلاستيك الأبيض. الفرق بين الأبيض اللؤلؤي والأبيض البلاستيك المط هي اللمعة. البلاستيك بنعمل منه ألوان مط يعني بتكون مطفية، إنما الأبيض اللؤلؤي بنعمل منه ألوان ميتاليك يعني بيكون فيها لمعة. هنقلب بقى اللون الشامبين كده كويس عشان المركزات اللي فيه تندمج مع بعض. أنا بعد ما قلبته حسيته فاتح، فهزود نقطة من البني كمان وهقلب تاني علشان أوصل للدرجة اللي أنا محتاجاها. وعشان نعرف ندمج ألوان مع بعض عشان نطلّع درجات تانية إحنا عايزينها، ونعرف ندمج ألوان إيه، الصور دي هتساعدنا كتير إن إحنا نطلّع الدرجات اللي إحنا محتاجينها، هتلاقوا زيها كتير في جوجل وبنترست. كده إحنا عملنا بعض الدرجات، وأي درجات تانية عايزين نعملها هتكون بنفس الطريقة دي كده. قبل بقى أمّا نلوّن بيهم لازم نخفف اللون بشوية مَيّة علشان يكون سلس وإحنا بنلوّن بيه. هنلوّن باللون الأبيض اللؤلؤي ده، وهاضيف عليه الأول شوية مَيّة وهاقلبه كويس لحد ما أوصل للقوام المناسب. جبت بقى كوستر السحابة ده وهنجرب عليه اللون. طبعا الفرشة لازم تكون مبلولة بسيط قبل ما نحط اللون فيها ونلون بيها. هاخد كمية من اللون في الفرشة وهبدأ أوزعها على الكوستر وهلونه بالشكل ده. هتلاحظوا بقى وانتوا بتلونوا أول طبقة إن اللون مش هيغطي القطعة كلها، هتلاقوا إن في أجزاء اللون مش بيثبت فيها من أول مرة. عشان بقى القطعة كلها تتلون وتكون لون واحد لازم أقل حاجة ندهن 3 طبقات من اللون. بندهن الطبقة الأولى والتانية والتالتة. لو اللون غطى كل القطعة معاكم يبقى خلاص، لو لسه يبقى ادهنوا طبقة رابعة علشان اللون يغطي القطعة كلها. وده بقى بيكون عيب ألوان الميتاليك دي، إنها بتحتاج نلون منها طبقات كتير علشان اللون يغطي القطعة كلها. كده أنا خلصت الكوستر، احتاج مني 3 طبقات في كل وجه. وطبعا بنستنى اللون ينشف بين كل طبقة والتانية. ودي كده كانت باقي الألوان اللي احنا عملناها، حبيت أوريها لكم على القطع. لونتها بنفس الطريقة وكل كوستر خد 3 طبقات من اللون في كل وجه. ودي كده كانت تاني طريقة من التلوين الخارجي للكونكريت باستخدام الأبيض اللؤلؤي مع مركزات الألوان. لو وصلتوا لحد هنا من الفيديو أتمنى تعملوا لايك وشير علشان الفيديو يوصل لناس تانية كتير. ولو انت بقى ناوية تبدأي الكونكريت صح من الصفر وتحوليه لمشروع خاص بيكي، أنا عاملة كورس كامل هيعلمك الكونكريت خطوة بخطوة. ولو حابة تعرفي تفاصيل أكتر هسيبلك اللينك في صندوق الوصف وكمان في أول كومنت.